السلام عليكم. اليوم راح نسوي دجاج بالخضار. دجاجة غاسلتها نظيفة، كيلو و700 غرام، 3 بوتيتايات بطاطا، بوتيتا، بصلايتين، جزر، بروكلي، والفلفل احنا مو كلش نحب طعمه فراح احطه للجمالية. التوابل اللي راح نحطها على الدجاجة اولا والخضار ثانيا، اللي هي عندنا بابريكا، بصل مطحون، فلفل ابيض، 7 بهار، ملح، ثوم مطحون. هنا صويا صوص، دبس الرمان، وحامض، وشوية عسل. العسل من راح نحطه احنا حتعادل كل الملوحة والحموضة الموجودة بهذه الدجاجة. هنا راح احنا نحاول نحط البصل، يعني اول طبقة تكون. هسه نقطع البوتيتا. طبعا اذا تلاحظون ما قطعها يعني رفيعة، شوية بيها سمك. هاي دجاجتنا هي الحلوة. راح ابدي اصفط حتى ما تصير عندي خربطة. عندي البروكلي، هو اساسا انا مقطعته، يعني من فصلته من الشجرة. البهارات، توابل، أنا راح ابدي اخبطها واحط السوائل عليها، بعدين يلا احطها على الدجاجة والخضار. وراح احط شوية زيت. هاي صويا صوص، الحامض، هذا دبس الرمان، هنا العسل، أول شيء أسويها من هذه يعني غاسلتها. هذه راح يعني مثل التنقيط راح انقط عليها، لانه هي تعرفون هسه الدجاجه بميها وراح تتجانس كل التوابل وكل الاطعمه الموجوده ضفناها احنا. هسه راح نبدي نغلفها. هسه راح نحط الفرن على درجة الحرارة على 150. راح اخليها بالنسبة لفرني اني. هنا راح اخليه فوق وجوا بدون بروانة، لانه هو مو معجنات. طلعناه من الفرن بعد ما صار عليه ساعة. هسه ايش راح اسوي؟ راح اكشفه على مود تتحمر الدجاجة وتستوي. لان هسه قبل ما افتحها هسه نزل بيه مي كلش هواية صار. هسه بس ارويكم هذا المي، شوفوا مي ايش قد بيها، وياها برهوني يطلع من هنا. هذا المي على كيفها راح تسوي الدجاجة من ساعة وساعتين الا ربع الى ساعتين. هسه قدامنا ساعة كاملة أو 3-4 ساعات. هسه حنرجعها للفرن. هسه كملنا هاي الدجاجة. هسه من نصفط أو نحطها السفرة إن شاء الله نصورها مرة ثانية.
هذا شكله النهائي، هذا البرغل وهاي الدجاجة هي قاعدة عاقلة.